زمان كنت أعرف طفل أهله كان بيشتكوا إن هو بيتعامل تعامل البنات. يعني الولد ده بيحط ميك اب، يمشي زي البنات، يتكلم زي البنات، يقفل على نفسه الأوضة ويرقص رقص البنات. لقينا الولد ده عنده عقدة. الولد ده مش شاذ ولا عنده ميول مثلية، إنما باختصار الولد ده ابوه، ده اللي اتقال لنا يعني، كان امه. حصل انفصال، بعد كده اتربى مع جدته، مع امه، مع اخته، مجتمع كله نساء. المثال الوحيد الراجل اللي عنده هو ابوه، والمثال ده مشوه. هو اتربى ان ده خاين واتربى ان ده وحش، فالولد بقت عنده عقدة من الرجالة، خايف من الرجالة، كاره الرجالة، فبيعبر عن ده بايه؟ ان هو يقلد النساء، يقلد النموذج الحلو اللي قدامه، اللي هو نموذج مامته اللي بتحبه، اخته الجميلة، جدته اللي بتراعيه وبتربيه. فظهر ذلك ونتج ذلك. ايه بنقول الكلام ده؟ ان مش كل واحد بيتكلم برقة او بيقلد النساء يبقى داخل في المتشبهين من الرجال للنساء. وهنا يخلينا بقى نفهم حاجة، ايه هي الكبيرة اللي ربنا بيعاقب عليها والمجتمع المسلم لازم يعاقب عليها؟ الجريمة الوحيدة ان شخص يعمل عمل قوم لوط، يعني يحب الرجالة ويتجوز راجل او راجل يتجوزه. هو ده الفعل المجرب، هو ده المحرم. طب افرض واحد عنده ميول مثلية، ان هو بيحب الرجالة جدا او هو نفسيته ان هو ست تمام ونفسه يتجوز راجل، نفس الموضوع، لكنه بيخاف من ربنا، عمره ما عمل قوم لوط خوفا من الله. تعرف ان ده متعبد لله، تعرف ان ده ليه ثواب كبير جدا عند الله، لانه هو مش مسؤول عن محبة قلبه، مش مسؤول عن ميوله المثلية. كتير من الاطفال ممكن يتعرض لحاجات من وهو صغير، يعني تحرشات او كده، فيطلع بيحب الموضوع ده، لكن هو لما يعرف ان هو حرام ويبقى مكلف ويبعد عن الحرام ده خوفا من الله، ده اسمه درجة الصبر على المعصية، ده مثاب ومأجور عند الله. طب افرض شخص بقى ما عملش عمل قوم لوط ولا عنده ميول مثلية، لكن بيقلد النساء، مش عشان متعمد، عشان غصب عنه، او متعمد، يبقى ده ملعون. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن لو هو غصب عنه زي الولد ده اللي عنده عقدة من الرجال، ده مش معاقب، وده مش مذنب، وده مش ملام. ان النوعية دي ربنا عز وجل اتكلم عنهم في القرآن، قال او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، عن الشخص الذي ليس له شهوة، خصي المخصي يعني، والعنين اللي هو ما عندوش شهوة خالص، او رجل طعن في السن ما عندوش شهوة، او المخنث اللي هو طبيعته طبيعة النساء. اللي قال او المخنث ده قول مجاهد وكثير من السلف الصالح، زي ما قال ابن كثير في تفسيره. والنوعية دي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مخنث بيدخل على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو طبيعته طبيعة النساء، ما بيبصش للنساء، فكان بيدخل عليهم يخدمهم لحد ما النبي نهى ان هو يدخل عليهم. في مخنث طباع، زي ما قال كده الامام القرطبي وابن حجر وكثير من السلف، هو من يشبه طبيعته طبيعة النساء بس مش متعمد، غصب عنه، اما العقدة زي الطفل اللي احنا قلنا عليه، فده محتاج تقويم نفسي وتقويم سلوكي، يروح لدكتور نفسي ونتابعه ويبقى كويس بإذن الله. أو إما لعلة جينية، بعض الناس بيتولد كده يا جماعة، فده محتاج تدخل طبي. هو مش مثلي، هو مش عايز يعمل الفاحشة، ده حرام عليك تتريق عليه او تتهمه بالفاحشه. انا عارف الكلام اللي انا بقوله صادم، لان انت اول مره تسمعه، ومتفاهم ان انت ممكن تشتمني وتقول ان انت مميع في الدين، انا متفاهم ده، لكن راجع ورايا من النت. انا بقول لك افتح كتاب تفسير ابن كثير وافتح الشرح بتاع الحديث اللي انا قلته. اخونا اللي قدامنا ده راجل كامل الرجولة، علينا اللي احنا نصدقه ونساعده. بطلب من الاطباء ان هم يتواصلوا معاه ويحاولوا يساعدوه. كفاية تكسير في الناس. الاسلام ده عظيم قوي قوي، لكن للأسف الجهل منتشر.